أهم الأشياء التي تفرق الإنسان الناضج عن الإنسان العادي، الإنسان المتعلم عن الإنسان الجاهل، القدرة على فهم الفروقات بين الأشياء. لأن الإنسان لما لا يفهم الفروقات سيتصرف تصرفات ويسميها بغير اسمها. تلقاه مثلا يتكبر ويقول أنا قوي شخصية، تلقاه يكون مغرور يقول أنا واثق. إذا عرف الفرق بين الثقة والغرور قدر يقيم نفسه. إذا عرف الفرق بين الحياء والخجل قدر يقيم نفسه، هل أنا الآن عندي خجل ولا عندي حياء؟ خلونا نشوف الفرق بين الحياء والخجل. الحياء سلوك إرادي، أستطيع أن أفعله وأستطيع أن لا أفعله. إرادي، أنا أريد أن أكون حييا الآن، أنا أستحي، لا والله ما أقدر، تفضل أنت، أنا أستحي، أنا بإرادتي. الخجل سلوك لا إرادي، يمنعني. طيب هل في خيار ثاني في الخجل؟ لا، بس منع. بينما الحياء إما أن يمنعني وإما أن يدفعني. إذن هذا واحد. اثنين، دائما الحياء أنت تسعد به وتشعر به قبل أن تفعله، وتسعد به أثناء فعله، ولا تندم عليه بعد فعله، بل تفخر. أنا فلان قالوا لي تكلم في واحد أكبر مني، قلت له لا والله فلان اللي يتكلم، أنا ما أتكلم. لما أنا أقول لا في هذه اللحظة أنا ماني بخايف ولا خجلان، أنا أستحي أني أتكلم قبل اللي عند أكبر مني. فلما هو يتكلم أنا ما أقول الحمد لله فكني يلا، لا، أشعر بالفخر أني قدمت حاجة حلوة. لذلك قالوا الحياء هو شعور يدفعك لفعل المليح وترك القبيح. أنا أسوي شيء الصح والغلط ما أسويه. بينما الخجل سلوك لا إرادي يجعلك تتوتر قبل أن تفعله، وتحزن أثناء ما تفعله، يكون أنت منزعج أثناء ما تفعله، وتندم بعد أن تفعله. لما يقولك تقدم تكلم وأنت خفت في ذي اللحظة وقلت لي لا ما أبغى أتكلم، ثم انسحبت من الموقف، نجحت في أنك ما تطلع قدام الناس ولا يظهر خوفك، لكنك بعدين ايش قاعد تسوي؟ يا ليتني سويت، يا ليتني فعلت، والمفروض اني قلت، والمفروض اني سويت، والمفروض. لذلك الخجل يجعل الناس تتألم وتندم، وهذا ليس من عادة الوثقاء. الواثق يستحي ولا يخجل. إذن لما يجوني ناس ويجلسون عندي ويؤذن لما لا أستطيع أن أقول لهم يا جماعة خلونا نصلي نرجع بعد الصلاة، خجل. هل هذا حياء أم خجل؟ هذا خجل. لذلك أقام وهو يقيم ونسمعه وأنا أسوي كذا برجلي وأنا متوتر الآن، ودي أقول لهم بس أنا مستحي، لا، أنا خجلان، أنا في تلك اللحظة جبان، ما استطعت أني أعبر، أنا جبان. خاصة في الدين والله اعتبره جبان صراحة، في كل شيء جبان. إذن واحد، الثقة مطلب شرعي. هناك من الناس من لا يترك لحيته خشية أن لا يتقبلها الناس، يطلع شكلي شين ما أطلع حلو، ما يتقبلني الناس، هذا عند الثقة نازلة. هناك من النساء من تنمص وهي تعرف عقوبة النمص، لكن تريد أن يتقبلها الناس، عندها الثقة نازلة، مسكينة. إذن هو مطلب شرعي. لما يكون عندي ثقة ما يهمني والله شكلي، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله، لم يقل أجملكم ولا أطولكم ولا أحسنكم بشرة ولا أزينكم شعرا ولا أجملكم قامة، وإنما قال أتقاكم. هذا هو الميزان. اللي عنده الثقة يكون هذا ميزان. اللي ما عنده الثقة ممكن تنمص، ممكن يحلق لحيته من أجل أن يكون شكله زين يتقبلها الناس، ربما يترك لحيته علشان يتقبلها الناس على الأقل في محيطه. يسبل ثوبه، إسبال الثوب هي نصف سنتي، أنا أسميه ذنب لا طعم له، ما في شيء. الغنى يطرب الإنسان، الزنا جلكم الله قد يستمتع لحظات، الربا قد يستفيد، أما إسبال الثوب ما في شيء، وهي كلها نصف سنتي يرفعه وينتهي كل شيء. لا، هو يبغى ينزل نصف سنتي علشان يتقبلها الناس. وبالتالي وجود ثقة عند الإنسان مطلب شرعي بالدرجة الأولى. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يحقرن أحدكم نفسه. احنا نقول الثقة ضدها احتقار النفس، تقدير الذات، والثقة ضدها احتقار النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ الصحابة يسألون، رهبان، فرسان، صوام، أبطال، ما في أحد يحتقر نفسه. وكيف يحتقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يكون في مقام
في مجلس زي هذا يكون لله فيه مقال، شاف غلط لازم يتكلم، ثم لا يتكلم، سكت، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا عبدي لم لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول الله عز وجل له: الله أحق أن تخشى. يا الله. عبر عن حقران النفس بإيش؟ خشية الناس. لما أنت تكون في موقف أنت خشيت فيه الناس، ما قدرت تقول لا، ما قدرت تقول رأيك، ما قدرت تقول يعني ما قدرت تطالب بحقوقك، ما قدرت تنكر على الناس، في تلك اللحظة التي خشيت فيها الناس أنت إيش؟ احتقرت نفسك. وهي معادلة بسيطة جدا يا أخوان. لما الناس تعطيهم أكبر من حجمهم، إيش يصير لك أنت؟ صغير. تنزل. أعطيكم مثال بسيط. هذه ورقة، هذه ورقة، هذه الورقة بالنسبة للنظارة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. طيب بالنسبة للسبورة؟ صغيرة. طيب هي حقيقتها كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. بالنسبة لنا حنا ما عنده حجم. على حسب على حسب. المقارنة أنا أحطها جنب الكوب تصير كبيرة، أحطها جنب السبورة صغيرة. إذن حجمها ما هو؟ تغير على حسب. وبالتالي أنا نظرتي لذاتي أيضا على حسب. فلما أجي عند ناس أعتقد أنهم أعلى مني، شو أصير أنا؟ أصير صغير. وإذا صرت صغير صرت خواف، صرت جبان، مهزوز الثقة، ما أقدر أسوي شيء، ولا أطالب بحقوقي، ولا أعبر عن مشاعري، ما أقدر أتصرف كما أريد، ولا بعفوية، خايف. لما أجي عند ناس أنا لأنهم هم أصغر مني، شو يصير لي؟ ثقة؟ أحس إني معدوم. أحسنت. يكون عندي كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق التعالي على الخط، والحق رده، وغمط الناس احتقار الناس. لما أنت تعملق نفسك وتقزم الآخرين تدخل في الكبر. لما ترفع الناس عن منازلهم وتقزم نفسك تدخل في الحقران. لذلك الثقة وسط بين رذيلتين: أن تعرف لنفسك حقها، وأن تنزل الناس منازلهم. طيب ما هي منازل الناس؟ بسألكم ما هي منازل الناس؟ والله على حسب بعد. كل واحد كبير أكثر أي قدروا. أقول لكم مش مشكلة الناس في الثقة؟ مش مشكلة. مشكلة الناس ما نعرف منازل الناس في الناس. معاناة الناس في الثقة من الناس. لما يجيك واحد في المقابلة الشخصية وأنت بتقابله عشان يتوظف ويجيك ينتفض، صحيح، يجيك منتفض ويصبصب عرق، هو في الحقيقة ينظر إليك بس أنك أعلى مني. أنك إيش؟ أنه أعلى مني. سعد. هو أعلى مني أعلى. انك بيدك النظيف. يؤلهك يا جماعة. والله يعطيك جزء من صفات الله عز وجل، أن بيدك الرزق. سعد. يخشى أن تفوت هذه الفرصة، لأنك أنت الآن مصدر الرزق بالنسبة له.